أولاً ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. هل سألت نفسك قبل كده ليه كل مرة ترجع للإدمان وانت أصلاً بتكرهه؟ ليه كل مرة توعد نفسك تبطل وبرضه بترجع؟ بصراحة الإباحية مش هي أصل المشكلة، هي بس مهرب أخير بتروح له لما ما تقدرش تواجه اللي جواك. تعال نبدأ مع بعض رحلة نفك بيها السلسلة دي بهدوء وبوعي. في البداية كانت الرغبة في الكمال، إنك تبقى الأفضل، تتقن كل حاجة وتبقى من غير غلطة. بس الرغبة دي لما زادت بقت عبء، بقيت تقول لنفسك يا إما أبقى مثالي يا إما ما استحقش حاجة. وساعتها المهام بقت تقيلة وكل حاجة بقت تتأجل، مستني الشعور المثالي اللي عمرك ما بتحس بيه. ومرة واحدة إرادتك بتتشل ويظهر الخوف من الفشل، من الرفض، من إنك تبان على حقيقتك. فتبدأ تهرب وتدخل في دايرة مقارنة وقلق. ومع الوقت يجي إحساس أعمق اسمه الخزي. الخزي مش بيقول أنا غلطت، الخزي بيقنعك إنك أنت الغلط. وساعتها ما بتعرفش تحب نفسك وبتدور على أي حاجة تسكت الصراع اللي جواك. ولما يجي قدامك مشهد إباحي أنت ما بتروحلوش علشان رغبة، أنت بتروحله علشان يأس، عايز تهرب، تنسى، تسكت الصوت العالي اللي جواك. وهنا بتبدأ الدوامة، وبيظهر التسويف كنوع من الدفاع عن عقل موجوع. ليه بنسوف؟ علشان كل مهمة في دماغنا ارتبطت بالألم والضغط والخوف من الفشل. ومع شوية تفكير تلاقي أصل المشكلة هو الإحساس بالنقص، إحساس داخلي بيقولك إنك مش كفاية. فتفضل تجري ورا أي حاجة تحسسك إنك امتلكت حتى لو كان وهم، بس الحقيقة إنك مش ناقص. أنت محتاج ترجع لنفسك وتسمعها بصدق وبهدوء. وخطوة التحرر تبدأ من الكتابة، مش علشان تحلل لكن علشان تصاحب نفسك وتسألها أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ إيه الفكرة اللي وجعاني؟ هل دي حقيقة ولا انعكاس لشعور زمان ما سمحتش لنفسي أعبر عنه؟ فرق بين الشعور والفكرة. يعني مثلا لما تقول أنا حاسس إني وحيد، ده مش معناه إنك مش محبوب. اكتب الفكرة، فكر فيها، واحتضن شعورك من غير خجل. واختار عادة بسيطة، حاجة واقعية تقدر تلتزم بيها حتى وانت مش في أفضل حالاتك، زي 10 عدات ضغط، أو إنك تعمل فطارك بنفسك، أو تتعلم كلمتين جداد في لغة بتحبها. المهم تكون عادة تفكرك إنك بتختار نفسك كل يوم. وسيبك من المثالية، الحل مش في إنك تبقى كامل، الحل في إنك تتحرك خطوة ورا خطوة بصدق. ركز على الرحلة مش على الصورة، وافتكر دايما إن الكمال لله، وإحنا بشر بنغلط ونقوم، نضعف ونرجع. ربنا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الآخر لما الرغبة تيجي ما ترفضهاش وما تستسلمش ليها. كل اللي محتاج تعمله إنك تقول لها بلطف افهميني الأول قبل ما أحكم عليكي، وبعدها خد خطوة صغيرة بس تكون نابعة من قلبك. وتفكر دايما إنك مش محتاج تبقى مثالي، أنت محتاج تبقى صادق، واعي، حاضر، وده لوحده كفاية جدا.